فرحانين معانا ناس كيلعبوا هادو كيتسموا ملاعب القرب دايرينهم مجانا. واش كتلعبوا فابور؟ ديما كتلعبوا فابور متخلصوا والو تيقن راه حيت التقليد هذا راه غادي يدوز بهادي. ويلا حنا علاش ملي كتاخذوا ساعه بعد ملي كتاخذوها كنطلعوا عند واحد مون زهير مع عنده بون بون كتجيو تلعبوا فابور. شكرا سيدي بارك الله فيك. الدراري الصغار وكيفاش كتهيئهم للمستقبل؟ مبروك عليكم بعدا هذا الشهر هذا. الحمد لله الدراري الصغار هادو كنأطروهم بأحسن تأطير. كاين الدراري الصايمين كنعطيهم الخدمه ديالهم بوحدها، كاين الدراري ما صايمينش كنعطيهم تما الخدمه ديالهم بوحدها. الحمد لله حنا كجمعيه تنحاولوا نخدموا مع الدراري الصغار باش يخرجوا من الاجواء ديال القرايه. الحمد لله كاع الدراري تيصغروا لهذا الشيء هذا. السلام عليكم وتحيه جمعويه تحيه جمعويه الشرفاء. كنشكروا الاكثريه المدنيه ديال الجمعيه الرياضيه لكرة الأحياء بمدينه الدار البيضاء وعملت مكافحه الناسي. برنامج ديال اجي تشوف الحقيقه هاد العدد ديال المشاكل اللي كنسمعوا هذه بغينا نعرفوا بزاف ديال الحوايج والحقيقه ديال هاد الملاعب واكثريه الملاعب القرب. ملاعب القرب الدولة السلطة مبادرة ملكية باش كيكونوا مجاني، ولكن بعض الإخوان وهذه كيقولوا راه كاين هذه. فجبنا صافو السي زهير بلدي أمين المال ديال الجمعية الرياضية لكرة الأحياء باش يعطينا عدد ديال التوضيحات وعدد التصريحات باش نعرفوا اش هي الحقيقة، وحنا بغينا نعرفوا الحقيقة. سي زهير مرحبا بك. شكرا سي عبد الكريم على الاستضافة ديالك في البرنامج ديال الحقيقة. غير قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال الملاعب قبل خصنا نقول المجتمع المدني والناس والجمعيات الرياضيه وجميع الجمعيات يكونوا في صف نفس قطاع الاشبال ان قبل ما يكون هذا الفضاء الرياضي وكانت الجمعيه الرياضيه لعبت هي اللي كتسير الفضاء. كان غير ملاعب ديال التراب كانت ملاعب ديال الجبنه وكنا حنا كنسيروا باتفاقيه دارت في انطلاق ديال المبادره ديال البشريه ديال 2005 وحنا عندنا اتفاقيه حنا كنسيروا بوثائق ما كنسيروش بعشوائيه بوثائق كنسيروا بها. هاي اتفاقيه دارت ما بين اللجنه المحليه للتنميه البشريه للقطاع السكني وما بين الجمعيه الرياضيه في سنه 2005. تعرفوا بان هذه الجمعيه عندها تاريخ ان اول وصل الى الجمعيه سنه 1977 اول وصل في التسيير ديال الملاعب ديال كرة الأحياء. أول وصل كان 1977 يعني هذا تاريخ كبير. دازوا رؤساء الله يرحمهم ماتوا دازوا لعابة دازوا وآخر وصل عندنا دابا حنا 1990 اللي من هاد المرة كنشكرو فيه المكسب ديالنا السي أبي فرحان اللي هو المكسب ديالو كافة اللي كيخلو واحد المجهود كبير باش المنطقة ديالنا تستافد من هاد الملاعب وكتستافد بالمجان. لا خلصت تشحن مجانية ملي كتطراب ما بالك دابا اللي كنستافد بالمجان. إذا غير باش ندخلو في الموضوع أن دابا نعملو واحد اتفاقية جديدة ما بين القطاع السياسي والجمعية الرياضية الجمعية الأحياء. علاش دارت؟ ماشي هكاك دارت بحكم الحكامة ديال الجمعية والتسيير
التسيير وانهم الناس قدام في التسيير قدام. ما يمكنش نجيبوا واحد يلا اسس وداديه ولا جمعيه شهر ولا شهرين نقول لها تسيير ملاعب، مستحيل. انا كعامل مال جمعيه رياضيه قبل ما نكون عامل مال جمعيه رياضيه تلعافت فقط وتسمو سيء ومن تما دارت من تما دخلت مجال ديال التسيير في الجمعيه الرياضيه. اذا هنا كاين مراحل، ما يمكنش يجيبوا واحد يلاه البارح ولا اليوم يقول لها تسيير ملاعب، ما يمكنش. راه جمعيه رياضيه هو سي بلدي سيره ماشي ساهل كما قلتي. اذا عاد باش دير واحد البروغرام ديال واحد 12 فرقه اسبوعي باش غيلعبوا، تشوف الادارات وتشوف المشاكل اللي كاينه كيفاش هذه والحمراء والصفراء والزرقاء، راه ماشي ساهل. ما ساهلش باش غتصير عاد 12 فرقه راه ما ساهلش. الحمد لله هاد البلديه او هاد الجمعيه نعرفوا لها تاريخ مشرف. كنا انا راه تنافس فيها كلاعب وكان طير وكان شكون، اذا عندها تاريخ. هادشي ما خصناش نكروه، اللي كيعمل شي حاجه زينه خصنا ندعموه. انا بنفسي كنشكر الوداديه ولا المسؤولين اللي كيشرفوا على التسيير ديالها بالسلاسه وبواحد زعما كاينه بواحد الشفافيه. حنا ما عمرنا لقينا المشكل. ولادي انا كذا ما عمر والله العظيم ما شفتش ولا هادي. انا راه محايد. علاش درنا هذا البرنامج؟ باش نعرفوا الحقيقه لجميع الملاعب ديال الارض على صعيد الولايات الدار البيضاء، باش نحيدوا ديك التشويش وديك نبينوا على الخايب واحد الحاجه ما كنبينوش للناس اش كدير ونزول كتبدل. بالنسبه للسيد الزهير شنو هي المشاكل اللي كاينه؟ احنا ما عندنا مشاكل دابا. احنا كنسيو عندنا بطوله ديال الشياب ديال 40 سنه فيما فوق كتلعب في ملعب اناف. عندنا بطوله ديال الإطراز كتلعب في ملعب ديال اناف وحسن. يعني غادي بواحد النظام غادي نديرو العام الجاي ان شاء الله بطوله ديال الشباب. اللي بهذه المناسبه كنشكر واحد اسمه عبد العزمان، لان ماشي هذه كلمه حق خصنا نقولوا. هذاك السيد جمعاوي رياضي كيفهم في الكره، كيفهم يعني حرص على هذا الملعب باش تبقى تابعه للنطاق. راه كون كان شي واحد من قطع اخر راه هذا الملعب غيمشي ما يبقاوش، غيديروا مشاريع غيديروا بزاف ديال الحوايج. ولكن قال هذا الفضاء المتنفس منطقه سيدي عثمان خصو يبقى متنفس ديالو. لان راه لاحظتوا واحد القضيه نهار كانوا الاشغال هنايا وقفات الوداديه كلشي ولا واحد الركود حتى واحد ما كيلعب حتى شي حاجه. اذا الوداديه عندها واحد الطاس عالي في النشاط الرياضي في المغرب. غير باش كنسطروا واحد البرامج تشجيعيه كنديروا واحد المجهودات. دابا هاد الملاعب بحال الحصين الاناف راه بالمجان. تيجيو الاخوان كنبدا عندنا واحد الروجيستر كنقيدوا فيه، ها هو واحد الروجيستر كنقيدوا فيه السوايع اسبوعيه ولا ديال ولا ديال الشهريه كنقيدوهم فيهم. كيجي الاخوان كنعطيوهم واحد البوك تشوف فيه بالمجان، كيمشي كيعطي السيد الحايز ديال الملعب كيحل الباب يدخل يلعب ساعات كيفاش. يعني ما كاينين حنا كيقول لك حنا كنتخلصوا الاسترزاق. اللي عنده شي دليل صغير يجي عندنا يقول لنا انتم كتخلصوا ولا عطيناكم مساعدين يجي عندنا حنا موجودين. الحمد لله كاع الناس المسؤولين والاطار ديال الجمعيه كنعرفوا عليهم اشياء زعما طيبه وولاد المنطقه نتاعنا.
السي حسن بن طويل والمدرب ديال الفريق المختار السوسي كبار. كيفاش كتجيك هذا الدوري ديال اللي نظموا الاخ مصطفى؟ السلام عليكم. الدوري هذا معتاد كل عام كينظموا مصطفى ريمون، كل عام كينظم هذا التورنوا هذه. الحمد لله كدوز هانيه، ما كاين لا مشاكل لا صداع. نتمنى من الله هذا العام يدوز نفس بالاسم ديال محمد طلال. اسم اللي كبير، اسم راه مشرف كبير وماشي شي واحد اللي صغير. اسم محمد طلال راه معروف من الاخ ديال الاخوان ديال طلال، وصحفي كبير وماشي حاجه ثقيله. نتمنى من الله التورنوا دوز بالاسم ديال السيد هذا، وراه يعاودوا على وجهه ودوز شي تورنوا في مستوى عالي، وخلي يدوز هذا رمضان هذا بخير. شكرا سي حسن، شكرا. اذا نبقى الى تنطلق المقابله ما بين الفريقين.